يعني انت بتقبض مرتبك من هنا والبنك بياخده كله من هنا ومش بيتبقى لك حاجه. الكلام ده غلط. ولو اول مره تشوفني معاك المستشار محمود عبد العزيز المحامي هيقول لك تعمل ايه في الموقف ده عشان تحمي نفسك وتحفظ حقك. مبدئيا كده خليني اقول لك ان مش معنى ان البنك وافق يسلفك ان ده معناه ان من حقه انه يشفط مرتبك كله لحد اخر قرش وما يتبقالكش منه حاجه. الكلام ده مش قانوني، لانه وفقا لتعليمات البنك المركزي في حاجه اسمها نسبه عبء الدين. يعني ايه الكلام ده يا استاذ؟ يعني قرضك الشخصي مع قرض العربيه مع كل القروض اللي عليك ما ينفعش القسط بتاعهم يعدي ال 50% من مرتبك، ولو البنك زود عليك القسط او رفع عليك القسط المبلغ اكتر من 50% ما تسكتش على حق وخد اجراءاتك القانونيه. ولو انت تعثرت في السداد وواجهتك مشكله او داخل على ظروف ماليه صعبه ومش هتقدر تسدد وتكون منتظم، ما تهربش وتقفل تليفونك، لان ده هيدخلك في مشاكل كتير جدا. انت لازم تبدا في اجراءات الجدوله واعاده الهيكله للقرض وفقا للظروف الماليه الجديده. عشان كده لو واجهتك اي مشكله في الموضوع ده ما تترددش ابدا انك تتواصل معانا عشان نقدر نساعدك. كل اللي عليك هتعمل انت التوكيل وسيب الباقي عليا.